السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها، مكملين في سلسله فيديوهات الاسنان، مكملين في آية سوره البقره. معانا الايه النهارده بدايه من 50. ربنا عز وجل بيقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. دي كانت آية النهاردة. ندخل في حلقة النهاردة على طول. حلقة النهاردة: لو انا حاسس ان في ريحة وحشة بق يا دكتور، باخد ايه المفروض؟ علاج ولا اخد؟ الافضل انك انت تاخد مضمضة وتغسل بالمعجون. مضمضة، في نوع مضمضة حلو اسمه جينجي كير، بتاخده مع انك انت تحافظ على استخدام السواك، وتغسل مرتين بالفرشة والمعجون صبح وليل. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.